صباح الخير يا جماعة. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. صباح الخير. حاسة إني مذيعة في قناة كده تحت السودان ولا حاجة، إنه صباح الخير، صباحكم مبارك. لا غلط. المهم، صباح الخير يا جماعة. حبيت أشارككم أخيرا الفيديو ده اللي هو بتاع upgrading my closet، أو إنه تجديد أو تطوير الدولاب بتاعي، عشان حبيت أوريكم أي تغيير بسيط في الغرفة ممكن يجدد لكم كده من روحكم، يجدد لكم من حياتكم. لأنه صراحة أنا الدولاب بتاعي قبل ما أغيره كنت بكرهه شديد. أول حاجة أنا غرفتي كلها لونها بيج، هو الحاجة الوحيدة اللي كانت في الغرفة لونها أبيض، فكان مستفزني شديد صراحة. فقررت إنه أغيره، وما حقدر أستنى أكتر من كده لأنه كان مسبب لي نفسيات. الله، قهوة الصباح دي يا جماعة أهم حاجة في الحياة. يعني بتدخل كده الراس، بتظبطه كده بطريقة مبالغة. أنا لو ما شربت قهوة الصباح دي ما تتهوروا حتى تتكلموا معاي. يعني قبل القهوة الحياة كلها جبتها من ايكيا. أنا اوريدي كانت عندي حاجات في الغرفة فغيرت بس حبة الحاجات. صراحة ما كلفتني أكتر من $250. يعني حاولت إني أكون مقتصدة في الموضوع ده as much as I can. وحوريكم before، قبل كيف كان دولابي، وبعد ما حسنته. ساعدتني فاطمة صراحة، صاحبتي شديد أشكرها. أخواني طبعا لما قلت لهم ساعدوني، أي واحد عمل رايح وأي واحد عمل فيها ما بعرفني. وقولوا لي رأيكم يا جماعة في التعليقات، إذا حبيتوا التجديد اللي أنا عملته ولا لا. يلا إن شاء الله تستمتعوا بالفيديو. يلا ده الدولاب بتاعي قبل ما اعمل التغييرات. زي ما قلت لكم كده لونه ابيض بين غرفة كلها بيج، فعشان كده ما كنت بحبه نهائي وقلت لازم اغيره as soon as possible. فده الشكل الكامل للدولاب من قبل التعديل. دي يلا الحاجات اللي جبتها من ايكيا. جبت فرشات، وجبت زي علاقة كده بتكون فاتحة علشان أعلق فيها الملابس حقتي. وجبت الدولاب ده لونه بيج مع طقم الغرفة أخيرا. ودي برضو حاجات كده صغيرة جبتها من ايكيا للزينة يعني والديكور. وركبت العلاقة برايل لأنه أسهل حاجة تتركب. What? Yeah. Oh, it's inside there, yeah. Okay, we did it right, actually. So wait, is it saying that these two have to have holes at the top, but this one shouldn't have a hole? Other way. Okay. Ooh, cute. Very cute. Let's go in here. Oh, like this. Yes. Ooh, we're gonna push it closer to this. Oh, closer? جبت لايتس نحط هنا اوكي صغيرة علشان Oh, the نتمسك round ones? فانسي. Yeah. That itself. Yeah. دي I organized. suggest moving this here first. See how wide it is? وهنا أخيرا بدأنا نشوف شوية ملامح للغرفة يعني. قررنا ناخد بريك بسيط نرتاح فيه حبة وبعدين نرجع نكمل الترتيب. هنا كان خلاص قربنا نخلص، بس باقي لنا ترتيبات بسيطة علشان ننتهي من الموضوع. فأنا جدا هسه متحمسة إني أوريكم النتيجة النهائية. طيب يا جماعة، دي الفاينل ريزولت حقت الكلازت أبجريد. دي الحاجات النهائية، النتيجة النهائية للموضوع.
هنا خطيت المكياج بتاعي. ده كل ما أمتلك من مكياج. هنا عملت الكلازت بتاعتي. هنا خدت العطور، وهنا بوكسز فيها الاكسسوارات بتاعتي. انوار اللي جبتها دي من امازون جدا كيوت، يعني ممكن تطفوها كده اوكي وبس بتولعيها تاني. ودي صورتي لما كنت بيبي، خديتها هنا. شكرا شديد يا جماعة على متابعة الفيديو، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه. إذا استفدتوا منه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير وتعملوا يا جماعة لسه طويلة، يعني تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا سبسكرايب وتعملوا كومنت. والله كتير عليكم شديد يا جماعة. اعملوا اللي انتوا بتحبوه، اختاروا اللي انتوا عايزين تعملوه واعملوه. المهم ما تعملوا ديسلايك لكن اوكي. وما تنسوا تعملوا حتى لو تغيير بسيط، خاصة هسه في الملل اللي احنا فيه ده، الكورونا والحبسة وعدم الموضوع، فغيروا حاجة بسيطة وصدقوني حتعمل معاكم فرق شديد. فشكرا على المتابعة مرة تانية يا جماعة، واستنوني في الفيديو الجاي. شكرا، باي.